ازيكم يا جماعة؟ خلينا اقولها لكم بصراحة بقى كده. اخطر نوع من التعصب مش تعصب المدرج، انما اخطر نوع هو التعصب اللي لابس بدلة وبيتكلم بلغة المثقفين وبيبيع لك الكراهية على انها تحليل سياسي او كروي. النهاردة عايز اتكلم على حاجة اسمها المثقف الزملكاوي. قررت امسك نموذج واضح وصريح، نموذج محدد احطه قدامنا ونفككه بالعقل. واعتقد مفيش نموذج احسن واوضح من الاستاذ ابراهيم عيسى والحمالات. ابراهيم عيسى صحفي وكاتب معروف، نجح في فترة مبارك ان هو يبقى معارض بارز، وكان عنده جريدة الدستور اللي كانت صوت نقد قوي للنظام وقتها، واتحبس بسبب خبر عن صحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك. يعني الراجل كده ليه تاريخ وله حضور، ومحدش يقدر ينكر انه مثقف ومؤثر في المجال العام. وانا هنا مش جاي اتكلم عن ارائه في الدين، ولا جاي افتح معركة سياسية، ولا جاي اقول اي حاجة هو بيقولها. انا بس برصد حالة في كتير عند المثقفين الزملكاوية، وهو احسن واهم مثال. خلينا ناخد مثال بسيط كده عنه في السياسة. إبراهيم عيسى في مرحلة مش بعيدة كان شايف مثلا إن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تجربة وطنية وكبيرة، وكان بيتكلم عنه باحترام، وكان فيه مساحة تقدير واضحة، وكان ليه حلقة بعنوان هل حقا مات جمال عبد الناصر؟ الحلقة دي كانت من 4 سنين. مؤخرا بقى الموضوع اتقلب واتغير تماما. مفيش فيديو بعمله الا لما يحمل عبد الناصر مسؤولية ومشاكل مصر كلها. انا هنا مش بقول ان عبد الناصر صح ولا غلط، ولا يهمني الموضوع اصلا. انا بس باخد مثال وازاي ان هو بينتقل من تقدير كامل لشيطنة كاملة. هل ده تطور فكري ولا ده تحول مزاجي حسب السياق، ولا ايه بالظبط. مثال تاني برضو موقفه الاخير من المقاومة الفلسطينية، موقفه الشعل للجميع في وقت ان اغلب المصريين والعرب متعاطفين مع المقاومه الفلسطينيه، وفي العالم كله الصراحه كان في خطاب واضح عند ابراهيم عيسى ان هو بيحمل المقاومه مسؤوليه الدمار، مش الاحتلال هو السبب في الدمار. مره تانية انا برضو مش بفرض راي ولا وجهه نظر سياسيه مني، انا بس برصد نمط عند ابراهيم عيسى، ونمط بيحب يعمل عكس المزاج العام. حاجه غريبه جدا والله. نخش بقى على الكوره وموقفه من الاهلي. طب كل ده بعيد عن الكوره، كل اللي احنا قلناه ده بعيد عن الكوره. نروح للمساحه اللي تهمنا، نشوف بقى هو بيقول ايه. ابراهيم عيسى في اخر سنتين تحديدا يعني زودها شويه، وبدا يدخل في مساحه ربط السياسه بالكوره، ويعمل فيديوهات على اليوتيوب ويتكلم على ان السياسه متداخله في تاريخ الانديه، وذكر تاريخ حيدر باشا ودعمه للزمالك، وازاي كان بيخطف اللعيبه وقت القيد في سجن ابو زعبل ويمضيهم للزمالك. تمام، كل ده تاريخ يتناقش، لكن بعد كل ده يعمل بقى التحول الذكي يا باشا. التحول الذكي اللي بيعمله الزملكاويه كده ما بين الحين وما بين الاخر، ويبدا يتكلم مثلا عن احمد عبود باشا الرئيس التاريخي للنادي الاهلي، ويقول ان الاهلي صعد بقوه المال، وان السيطره كانت راس المال، ويرمي جمله كده من تحت لتحت ان الاهلي يعني في تعاون بين احمد عبود باشا والانجليز، وان هو ده اكبر مثال لعدم وجود قواعد لعب مالي نظيف. شوف المصطلحات، هو عمره ما يقول ان الاهلي فاسد، لكن يديها لك من تحت لتحت. هو مثقف يا باشا، هو يزرع الفكرة ويسيبك انت تستنتج، والقطيع يمشي وراه ويرسخ الفكرة اللي اوريدي موجودة عندهم، ويكلمك عن اللعب المالي النظيف. لعب مالي نظيف من الخمسينات، لعب مالي نظيف. طب سؤال منطقي، لو دعم الأندية بالمال عيب، يبقى ممدوح عباس ايه، وباريس سان جيرمان ايه، ومانشستر سيتي ايه، وتشيلسي ايه، وأندية الخليج ايه، وبيراميدز ايه، طب وابو رجيله ايه، والناصر البلوي السعودي اللي كان بيدعم الزمالك ايه؟ كلهم دعموا الزمالك باموال يا باشا طائله. انما ايه المشكله بقى؟ هو لا يختلف عن اللي بيقولوا شجر الزيتون، بس يجيبها بطريقه ايه؟ يجيبها بالطريقه الملفوفه. المشكله هو مين اللي بيكسب، وانا بكره مين؟ انا بكره الاهلي يا معلمي، فلازم امنطق وفلسف الموضوع. وبرضه من الحاجات اللي بيعملها مؤخرا، يمكن ده من اسبوع، ان هو بدا يقلل من النجوم. مثلا محمد ابو تريكه، عايز اقول لك ان هو اخوانجي، وقال لك ده لعيب محلي وتاريخ الدولي كله، الجون اللي جابه في 2008 في الكاميرون، وان صلاح احسن منه رغم ان هو بطل افريقيا 2008 و2006 وافضل لاعب في المنتخب في البطولات دي، وهو الهداف التاريخي لتصفيات كاس العالم لحد ما صلاح كسر رقمه.
وهو احسن لاعب في بطوله كاس القارات اللي لعبها المنتخب قدام البرازيل وقدام ايطاليا، وكان هيفوز باحسن لاعب في افريقيا لولا اديبايو والتحيز للارسنال. ونروح بقى لابو الخطيب يقولوا ان هو اسطوره اهلاويه مش اسطوره مصريه. بيبو تخيل، وما عملش اي حاجه لمصر. طب ايه هي الحقائق؟ الحقائق بتقول ان محمود الخطيب جاب 26 جول للمنتخب، ما جابش بيها اي لاعب من الزملكاويه جابوا الاهداف دي. انت متخيل؟ ما فيش الا اللهم جمال عبد الحميد، واخد احسن لاعب في افريقيا قبل صلاح، وجاب الجون العالمي في عتوقه. طب بالنسبه لحسن شحاته، وبالنسبه لحماده امام، وكل الناس اللي هم من اساطير الزملكاويه اللي ما عملوش حاجه مع المنتخب يا باشا. المنتخب وقتها كان ما كانش فيه منتخبات تقريبا، كانوا يجيبوا مدرب الاهلي والزمالك يضموهم على بعض وياخدوا نص الفرقه من الاهلي ونص الفرقه من الزمالك، انما لازم دايما محاولات التقزيم. المفارقه الكبرى بقى يا معلمي ان سنه 2013 بعد فوز الاهلي ببطوله افريقيا في ظل وجود توقف النشاط بجون ابو تريكه الشهير واحمد عبد الظاهر، كتب عنوان بمقال الاهلي فوق الجميع ويا ليت مصر كلها اهدي، وقعد يتكلم على جمال وحلاوه الاهلي. طب بعد السنوات دي يطلع يقول ان شعار الاهلي فوق الجميع ده شعار نازي؟ هل يعقل؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير في ابراهيم عيسى وخلاه يغير كلامه؟ الشعار ولا المزاج ولا الاهواء ولا الامراض النفسيه؟ الخلاصه ان كلهم واحد. انا هنا مش جاي اتكلم عن مشجع متعصب، انا بتكلم عن مثقف. المثقف الزملكاوي يا باشا، المثقف اللي بيقدم نفس الفكره، نفس فكره المشجع المتعصب بس بلغه ارقى ومصطلحات سياسيه وتحليل ناعم. وهو مش بيقول الاهلي سيء، ولكن يفضل يديهالك من تحت لتحت. نفس الكلام تطبقه على مدحت العدل، نفس الكلام تطبقه على عمرو سلامه، نفس الكلام على احمد عفيفي، كلهم واحد. على جلاليو اللي بيطلع في قناه الزمالك وبيتكلم ويحسسك ان هو فاليسوف، كلهم واحد. هو نفس زي ما انا قلت قبل كده، تدخل البقره في المكنه تطلع لك علبه بلوبيف من الناحيه الثانيه، غير ان انا بقول لك ان هي هتطلع رباط جزمه. صراحه قبل ما اختم برضو، ابراهيم عيسى كان طلع قال مؤخرا ان هو لما قال ان شعار الاهلي فوق الجميع نازي، قال ان هو الشعار ده يخص جمهور النادي الاهلي. الحقيقه انت لو رجعت للحلقه هتلاقي ابراهيم عيسى الحلقه الاصليه قال ان الاهلاويه بيقولوا الاهلي فوق الجميع بشكل مطلق، وقال بشكل مطلق، وقال لك ان هو شعار نازي على هذا الاساس، لان هو بالعقل كده لو كان قال ان ده شعار يخص الاهلي فوق جميع ابنائه، فين النازيه في الموضوع؟ والصراحه الاهلي احسن ان هو استبعد عضويته والغى العضويه بتاعته، لان انت كده بتقول على الاهلي نادي يا عم. المشكلة ان كل الكلام ده قاله زي ما قلت لك في المقال اللي هو كتبه، شيء غريب. وزي ما قلت لك برضو ده بينطبق عليهم كلهم، بيفكروا نفس الفكر وعارفين الحقيقة وبيستعبطوا وبيضللوا جماهيرهم، انما هو كراهية، هي كراهية النرجسية. انا احسن من الناس دي اللي بتشجع النادي ده دي عامة الشعب، انما احنا المثقفين احنا اللي بنفهم، احنا اللي عندنا نجيب محفوظ وام كلثوم. والله نجيب محفوظ هتلاقيه اصلا ولا كان ليه في الكوره ولا نيله، هو قال ان هو زملكاوي، لكن نجيب محفوظ ده اللي كاتب في روايه السكريه قطبي الكره المصريه الاهلي والترسانه. طبعا مش هنتكلم الترسانه راحت في الوبا ازاي وعبد الحكيم عامر والكلام ده كله، انما ام كلثوم كمان مش زملكاويه، ام كلثوم اهلاويه يا باشا. ام كلثوم اتسالت في حوار صحفي لو انت هتلعبي مركز في الملعب في الكوره هتلعبي ايه؟ قالت لهم انا عايزه ابقى حارس مرمى النادي الاهلي. وحتى الاغنيه الشهيره بتاعت ليله العيد غنيتها جوه النادي الاهلي في وجود الملك فاروق. على العموم يعني ده نبذه بسيطه عن طريقه تفكيرهم، ملخصه ان كلهم يا باشا واحد. المثقف الزملكاوي شكله شبه المتعصب الزملكاوي، شبه عمرو اديب اللي طلع يهدد جوهر نبيل ويقول الباشا بتاع الرياضه ده اوعى تتحيز للاهلي. هو هتحيز للاهلي ليه؟ على العموم لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وغز الجرس وسيب كومنت، وسلام.